ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا يا جماعه من سنه لو تفتكروا ايام ما كانت في مشكله في التجديد مع زيزو في الزمالك، لسه كان في الزمالك يعني في يناير وطلعت قلت في المكان ده ان انا فيه ده، قلت يا جماعه الراجل ده ساعتها طبعا كان عاوز يجي الزمالك ب 70، وكان الارقام 60 70 80، وانا قلت يا جماعه استحاله يعني الزمالك يدفع الفلوس، عشان احنا اول حاجه معناش فلوس، وحتى معانا فلوس زيزو ما يستحقش الارقام دي. وناس كتير جدا للاسف الزمالكيه طلعت شتمتني، دي اللي اول ما كانت تحصل لما انا انتقدت زيزو وانتقدت قبل كده فتوح، وقلت يا جماعه احنا عملنا غلطه كبيره جدا ان احنا جددنا الفتوح، لان الفتوح اصاباته يعني تاريخ في اصاباته كتير جدا، وراجل بيلعب خمس ست ماتشات في الموسم كله، وراجل ما يستحقش اللي هو كان ساعتها جدد ب 20 ولا ما اعرفش 25. فقلت يا جماعه ما ينفعش، وانا هنعمل ايه مع زيزو لما يجي يجدد؟ وكل كلمه قلتها بتحصل وحصلت. وللاسف قلت يا جماعه ما ينفعش نجدد الفتوح، لان الفتوح اصاباته كتير جدا جدا جدا، ولعيب كمان غير ملتزم، وتاريخه معانا وكل حاجه زي الزفت، فما كانش ينفع يجدد وياخد حاجه يقول لك ايه بيسموها اللي هو زي بونص كده، ما اعرفش بيسموه ايه، يقول لك منحه توقيع، الهبل اي هبل. مين ده اللي ياخد منحه توقيع في مصر؟ انتوا يا جماعه، انتوا يا جماعه ما تعرفوش توقفوا كوره ولا تباصوا. انتوا على راي كروش قال لك معظم 90% من لعيبه مصر ما عندهاش اساسيات الكوره، وفيرا قالها قبليه. المهم يعني، فلما انتقدت زيزو قلت ما ينفعش ان هو يجدد، وكنت منتقد زيزو قلت ان برضه زيزو ما عملش حاجه قوي للزمالك، ان هو يعني معلش يعني ما جبناش كاس عالم، ما جبناش كاس قصدي مثلا ما وداش مصر مثلا خدها مثلا خلاها تاخد كاس افريقيه. ما كانش مثلا السبب في تاهل مصر لكاس العالم، ما كانش سبب مثلا الزمالك يروح كاس العالم للانديه او ياخد بطوله ابطال الدوري. ما عملش حاجه انجازات، كلها حاجات عاديه خالص، وقلت ده والناس انتقدتني. دلوقتي والاهلاويه نفسه كان بيقعد يقول لك ايه، هتدفعوا 70 مليون لزيزو. دلوقتي هم دافعين الضعف، 120 مليون دفعوه في بالونه بس عشان يغيظك، مش عشان حاجه. هم عارفين ان زيزو كده كده مش هيضيف جديد. هم بس كان نفسهم الحاجه الوحيده اللي كان ممكن يلعبوا عليها شويه، لكن الاهلي عمل حاجه في كاس العالم للانديه. طبعا النادي الاهلي طلع الكوز وخسر كل ماتشاته يعني معنى صح اتفشخ. فدي الحاجه الوحيده اللي لو كان الاهلي عمل فيها انجاز كان ممكن تضاف لزيزو. لكن دلوقتي زيزو اي انجاز اي بطوله هياخدها مع النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي اصلا واخدها قبليه 50 مره. لو اخد الدوري عادي، لو اخد كاس مصر عادي، لو اخد ابطال افريقيا عادي، لو اخد كاس العالم للانديه برضه عادي. فاي حاجه هيعملها هتبقى عادي. الحاجه الوحيده اللي كان ممكن زيزو يتقال ان هو عمل انجاز مع النادي الاهلي لو كانوا عملوا انجاز فاهم كاس العالم للانديه، اللي هو الكبير، مش الكاس العالم اللي هو بتاع لعب العيال ده، اللي هو يلعب ماتشين يبقى في قبل النهائي والجو ده. فانسوا. زيزو يا باشا اديك شفته اهو، زيزو اخر عرضيات، اخر ضربات جزاء، لكن واحد واحد ما بيعملش اخر يعمل عرضيه. هو بصراحه عرضياته حلوه جدا بامانه، لا انا يعني ليا اقول واللي عليا اقوله. لكن هو بقى يعدي ويشوط زي امام عاشور وبساطه ويسوف، مش الكلام ده مش هتاخد. وحضرتك خلاص زيزو وصل للبيك بتاعه معانا. انا قلت زيزو اخره هيدوا السنه دي، اخره ده لو كمل يعني السنه الجايه، واخر 3 سنين يا باشا الاهلي يلبسهم. وانا بقول لك اهو، زيزو مش هيكمل، زيزو مش هيكمل ال5 سنين بتوعه في النادي الاهلي. زيزو لبس النادي الاهلي، وهتشوفوا زيزو بقى ساعتها هيعمل معاكم ايه. طبعا انتوا كده كده بقى، انتوا ممكن انتوا الاهلي يعني الاهلي عنده لجان، وعنده ناس تخلي الباطل عاطل والباطل حق والحق باطل. فالمهم يعني انا قصدي الملخص يعني اقول ان زيزو بس اول ما خلاص اللي هو الشو بتاعه او الهدف بتاعه يخلص هيترمي زيه زي الكهرباء زي غيره. زيزو انا بقول لك هو هينتهي، وانا اهو وانت اهو احفظ الفيديو عندك. زيزو ان شاء الله باذن الله عاجلا او اجلا هينتهي ان هو لعيب على قده خالص خالص خالص، لعيب مش مؤثر، بل بالعكس لعيب بطيء جدا وبيضيع الهجمه. شفنا مستواه في كاس افريقيا لما بيلعب في مستوى عالي، لعيب ممل وبطيء ومقرف في باصاته وفي تحركاته وبيقتل الهجمه، لعيب ضايع لعيب ضايع. ده امام عاشور كان ب 70% كان احسن منه 50 مره. واديك شفت برضه امام عاشور هو لسه اول ماتش يلعبه امبارح، بص هو عامل ايه، كان مستواه عامل ازاي، وزيزو عامل ازاي. امام عاشور بيصارع على اللعب وسرعته ويفتح ويدي ويعمل، زيزو مفيش. عامه برضه مبروك على النادي الاهلي صفقه زيزو، هم لبسوه وخلصونا منه، ان اللاعب ده لو كان جدد بال 70 مليون اللي انتوا كنتوا بتاعوا بيه علينا، وكنتوا ساعتها مسمينه بالونه. ودي احلى حاجه عملتوها بصراحه، انتوا سميتوه بالونه، احنا خدنا منكم بقى اللقب ده وبنكمل عليه بالونه وجعان والجو ده. ف فالحمد لله هو ما جددش مع الزمالك. ده احنا اساسا دلوقتي احنا رايحين في 60 داهيه من غير زيزو، اللي هو يعني من غير تجديد زيزو. تخيل لو احنا كنا جددنا زيزو كان كله هيضرب في الضعف، كانت كل اللعيبه عندنا ايه هتعمل تطلب اسعار مبالغ فيها، زي دلوقتي ما بيحصل في النادي الاهلي. اوضه اللبس بايظه، وان انا قلت في كل حاجه، قلت يا جماعه استنوا امام عاشور شوف هيعمل فيكم ايه. وقلت ان هو والحركه اللي عملها ان هو تعاقد مع اسمه ده ادم وطني، اللي هو الوكيل الوكيل كان بتاع الولد الفلسطيني ده وسام ابو علي. فحتى ما احترمش النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي طلع باين ان هو عدم التعامل معاه، هو عند مع النادي الاهلي وتعاقد معاه. المهم هتشوف حاجات كتير جدا. ولغايه دلوقتي النادي الاهلي ولا تعاقد ولا عارف يتعاقد مع كوكا،
يعني اللي هو قصدي يجدد التجديد مع كوكا، ولا اليو ديانج، ولا حسين الشحات، ولا قفشه، ولا عمرو السوليه، كل دول ولا رامي ربيعه، ولا اكرم توفيق، كل اللعيبه دي والحمد لله اللي مشي مشي، واللي قعد مش عاوز يجدد وهيمشي يا باشا السنه الجايه كله يا باشا. اما هياخد فلوس كتير والنادي الاهلي خصم عنده، هجيب منين؟ هجيب منين؟ بس انت عشان انت بتعمل شغل النسوان وعاوز تجدد لاعب، بس لاعب واحد بس عاوز تجدد له بملايين، وهو ما يستحقش كده، عشان ايه؟ تجيد الايه؟ شغل النسوان بقى ايه؟ تجيد الفئه اللي قصادها، فخلاص. وديك شفته في الاخر طلع كده في خازوق اسمه بيراميدز، او حط عليك في الصفقات بتاعتك، كل ما بتاخد صفقه كويسه هو يحط عليك وياخدها منك. يا عم روح شط على بيراميدز، سيبني انا بقى، انا اصلا كيك، انا ميت خلقه، انا ميت اكنيكيا يعني. انا معايا حسين لبيب اللي مخلص عليا. وعلى فكره حسين لبيب ده العقبه الوحيده في الزمالك، اللي هي فعلا ممكن لو اي حاجه الاهلي دلوقتي بيعمل ياخدها ولا بيكسبها، هتبقى بسبب مجلس حسين لبيب، اللي هو افشل مجلس جه في تاريخ نادي الزمالك. برضه ده مش موضوعنا، هتكلم عليه بعدين. بس حبيت بس اوضح ان زيزو مقلب، والحمد لله النادي الاهلي اخده. ونتقابل بقى لما النادي الاهلي كده بعد سنه ولا سنتين بالكتير من دلوقتي، هيبقى زيزو متباع او كده زي كهربا كده، مش لاقي نادي إيه يلعب بيه، يلعب فيه، وساعتها ممكن يبقى رافع قضيه على النادي الاهلي على اساس النادي الاهلي ايه، اخلى بعقود العقود بتاعته. بس النادي الاهلي ما بيعملش كده، النادي الاهلي عنده كده كده اللي يغطي له واللي بيدفع له فلوسه في النادي الاهلي، عادي، ما بيهموش، هيدفع له نص مليار جنيه بتاعته ويمشوه خلاص. اهم حاجه بس ان هو اخد اللقطه ان هو ايه، كاد الزمالك ويطلعوا الحراق والمشطشط والبالونه والهبل ده. فنتقابل يا باشا، وان شاء الله ان شاء الله هيطلع كلامك كالعادي كلامي صح، واحط عليكم كالعاده ومحدش يفتح بقه معايا. يلا اشوفكم على خير، سلام.